المسؤول خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. هذا الشاب اللي مشات له حياته ووالديه مشى لهم ولدهم اللي كيأسف، هادشي كيأسف. شحال زوينه انك تكون كتبغي الرياضه اللي كدير ومرتاح فيها وكتحلم انك تولي بطل كبير وناجح فيها، ولكن شحال قاصحه وخايبه على انك تموت في هذه الرياضه اللي كتبغي بحادث مأساوي ومفاجئ، وهادشي كامل طبعا بالمكتاب ديال الله. السبت الماضي 3 فبراير سفيان أمعاش مات بالضربه القاضيه على مستوى الراس. الضربه القاتله والمفاجئه اللي جات من الخصم ديالو في نزال رياضه الكينغ بوكسينغ والفول كونتاك ضمن الاقصائيات الجهويه لعصبه طنجه تطوان الحسيمه، واللي تقامت في قاعه متعدده الرياضات في مدينه الفنيدق. فبالزربه تم النقل ديالو للمستشفى وتم التشريح ديالو في مستودع الاموات البلدي التابع لمدينه الفنيدق بامر من المصالح الامنيه والنيابه العامه. حتى خرج الاعلام الطبي واكد على ان الوفاه ديالو كانت بسبب قوه الضربه اللي مشات مباشره للراس ديالو وفقدت ليه الوعي مباشره. وتم الدفن ديالو صباح ديال نهار الحد اللي فات، وحضر في الجنازه ديالو عدد كبير من المواطنين اللي خيم عليهم الحزن واللي دخل صدمه كبيره بالاخص على ابناء مدينه الفنيدق. المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. الشيء اللي خلى ان الخصم ديالو يدخل في صدمه هستيريه اللي ضراته في خاطرو بزاف وانبو الضمير ديالو، وما كانش كيظن على ان المنافس ديالو غادي يموت بهذه الطريقه وفي ديك الجوله اللي جمعاتو به. ومباشره وبامر من النيابه العامه تم الاغلاق ديال هذه القاعه المغطاه اللي وقع فيها الوفاه ديال سفيان أمعاش الى اجل غير معلوم، بحيث حتى دوز جميع التحقيقات ويعرفوا الملابسات ديال هاد الوفاه المفاجئه. رياضه الكينغ بوكسينغ والفول كونتاكت هي من اخطر الرياضات قتالا وعنفا، ومن الرياضات اللي تقدر تنهي الحياه ديالك في ثواني معدوده وبضربه قاضيه قاتله واحده فقط. لان هاد جوج الرياضات اللي ذكرت فهما كيتعتبروا من الفنون القتاليه، وكيف ما كنعرفوا ان الفنون القتاليه هي من اشرس الرياضات قتالا وعنفا، حيث كتطلب القوه البدنيه والتدريب المكثفه والقواعد الصارمه باش كتضمن السلامه والحمايه ديال المشاركين. ومن بين هذه القواعد خاص المشاركين يلبسوا جميع معدات الحمايه ويحترموا قانون الضربات واللكمات المسموح بها باش ما تمشيش شي ضربه بالغلط اللي تقدر تؤدي للوفاه بحال اللي طرا لسفيان أمعاش. فعلى حساب الاحصائيات من مصادر موثوقه فراه اكثر من 1000 شخص حول العالم كيفارقوا الحياه بالضربه القاضيه في هذه الرياضه ديال الكينغ بوكسينغ والفول كونتاكت. الامر اللي كيأكد حاجه وحده، لان هذا النوع ديال الرياضات فيه مخاطره كبيره على المشاركين وعلى الصحه النفسيه والجسديه ديالهم، حيث ان في الوقت ديال النزال فراه المشاركين كيسينيو وثائق رسميه قانونيه كتثبت على انهم كيوافقوا على قانون اعلان المخاطر او ما يسمى باعلانات الاذن. ففي الوقيته اللي كيسينيو فيها الوثائق الرسميه في هذه الحاله فراه وافقوا على جميع المخاطر المحتمله في هذه الرياضه وجميع الاضرار اللي تقدر توقع في النزال بين المشاركين. هادشي من ناحيه القواعد والامور القانونيه ديال هاد النوع ديال الرياضات. اما في الجانب الديني فراه الاسلام حرم هاد النوع ديال هاد الرياضات، والسبب هو الاذى اللي يقدر يتعرض ليه احد المشاركين والشراسه المكثفه اللي كتكون داخل القاعه والعنف الكامل اللي كيكون بين الطرفين، الشيء اللي خلى الاسلام انه يمنع هذا النوع ديال الرياضات. وكيف ما كنعرفوا ان العنف ما كيبغيه لا الله لا العبد. هي الملاكمه دي حلال ولا حرام؟ ملاكمه يا رب، هذه بس يقدر يضربه في وشه. ممنوع ضرب الوجه في الاسلام، ممنوع ضرب الوجه، ممنوع تماما، ممنوع تضرب ولد على وجهه او خادم على وجهه. ومن بين هذه المخاطر وهو الوفاه والشلل او فقدان الصحه بصفه عامه. الرياضه والاشتغال على الجسم هي حاجه زوينه في الحياه اليوميه ديال اي شخص، ولكن باش تموت في واحد الرياضه اللي انت كتبغيها وكتعتبر من اشرس الرياضات القتاليه فهذا يمنع منعا كليا على اي واحد انه يمارس بحال هذا النوع ديال الرياضات، لان اغلب الاشخاص كيموتوا فيها بالضربه القاضيه، الشيء اللي كيخلي
بزاف ديال الناس على انهم يتراجعوا وما يمارسوش هاد الرياضات الا الاقليه. الله يهدي ما خلق، والله يرحم سفيان امهاش، والله يرحم الجميع في هذا النهار. تهلاو خوت في راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.